السلام عليكم حبيباتي، صحة وسلامة، إن شاء الله تكونون بخير حبايب قلبي. رجعنا وياكم بطبخات سهلة وسريعة إن شاء الله تستفادون من عندها. هنا أنا عندي دجاج، أي نوع دجاج عندكم، أفخاذ، دجاجة كاملة. أنا اليوم هنا عندي عصا طبل. أول شي خليه زيت كلش قليل لأن هو الدجاج دهين، راح أبدي أحمس بيه. اليوم راح نسوي كبسة مع الدجاج كلش طيبة وكلش سهلة، وبنفس الوقت مثل ما نقول بجدر واحد نطبخها ونخلص. هنا أنا غطيتها شوية على البخار وأظل أحمس بيها إلى أن لونها ياخذ الشقار حلو. هنا طبعا أظل أقلب بيه، هنا مثل ما تشوفون خليت بصل شرائح، وعندي فد قطعتين فلفلاية حارة، هاي اختيارية بس هي ما راح تنطي طعم حار كلش لأن ما قاصتها. هنا عندي فلفل بارد. هاي الإضافات كلها انتو وش يعجبكم تضيفون، تقدرون تضيفون بوتيتا، تقدرون تضيفون طماطم، أنا ما ضفت. هنا أنا عندي عود دارسين، كم حبة قرنفل، كم حبة كبابة، وإذا حابين كم حبة فلفل حار تنقرط ويا التمناية كلش طيبة. وعندي ورق الغار، أخاف الدجاج نوعا ما بيه زفرة، بس هو أكيد ما بيه زفرة لأنه أني أغسله كل زين وأنقعه بالخل وأغسله مرة ثانية يلا أطبخه، بس للاحتياط خليت ورق الغار. هنا عندي كم ملعقة معجون حسب كمية التمن اللي انتو راح تسووه أو الرز. اللي وصلت هنا أنا أتمنى ما تنسى والدتي من دعائها حبايب قلبي. طبعا يا ريت تشجعوني انه ارجع انزل فيديوهات، لانه بصراحة القناة عايفتها صار لي هواية، وكل فترة انزل لكم كم فيديو، وحاولت انه انزل لكم طريقة تعليم الخياط والفصال، بس بصراحة يعني نشاط القناة مو مثل قبل. أتمنى تشجعوني إنه أرجع مثل قبل بلايكاتكم الحلوة ومشاركاتكم أكيد. هنا أنا شفتوا خليت كمية كلش قليلة من الكركم، راح ينطيها فدلون كلش حلو للكبسة، يعني ما نريد الحمار اللي طماطم مثل ما نقول، لا ينطي فدلون برتقالي على صفار كلش حلو. هنا ضفت الملح، دائما انتم متعودين انه باللحوم اضيف الملح اخر شي، بس هنا تقريبا على البخار حسيت انه الدجاج استوى فضفت الملح. عندي قطعة صغيرة من الماجي، من تخلون ماجي قللوا من كمية الملح اللي تضيفوها. وهنا أنا عندي مي مغلي، يفضل انه يكون مي مغلي. بعد ما ضفت المي اكيد راح اتركها الى ان يستوي الدجاج تماما، يعني ينطبخ عندي الدجاج. هنا نغطي عليه على نار عالية العفو، بعدين نهدي النار إلى أن يستوي. هنا أنا طبعا استوى عندي الدجاج، راح أطلع كل القطع مال عصا الطبل اللي حمستها من الصلصة اللي سويناها بهذا الشكل. رأسا مباشرة خليتها بالقلاية الهوائية، بس يعني إذا شفتوا شلون تفتفت بإيدي. هنا بالكماشة وبالملقط حسيتها دا تنمرد، فكنت أطلعها بالتفجير أو الكفكير كيفكم. وهنا أنا خليت 4 قطع تقريبا بالقلاية، بس مجرد تاخذ يعني وجه شوي، مو هواية يعني هي مستوية وكاملة. هنا أنا خليت درجة الحرارة، هنا أنا حددت الوقت تقريبا 10 دقائق وراح أشوف. هنا بعد تقريبا 5 دقائق بصراحة أخذت لون يخبل واستوت. هنا أنا عندي المي اللي بقى، الصلصة اللي بقت من الدجاج، راح أخلي التمن عليها أو الرز، بس مجرد غسلته. أي نوع تمن دائما أقول لكم لا تنقعوه، غسلوه وطبخوه راح تعرفون نوعيته، يحب تنقيع، يحب تبقوا بالمي هواية لو لا. أنا بصراحة كل تمن بس مجرد أغسله، بالذات إذا كان عندي كبس. وبهالأثناء حتى لو يكون يعني الصلصة مالتنا تكون هواية راح نتفاداها لأنه التمن ما منقع. وهنا باعوا بعد مرور 5 دقائق ضبط ما شاء الله، باعوا شكلها يخبل صار، والريحة ما أحكي لكم. سهمكم العافية حبايب قلبي، إن شاء الله تجربوها بألف صحة وسلامة. وقلت لكم اللي توصل هنا ويانا بالفيديو هذا، هنا أكيد سويت وياها صلصة جرجير لأنه الدجاج ما يحب خيار،
لو جرجير أو خضرة أو لهانة. اللي وصلت لهنا حبايب قلبي أتمنى ما تنسى والدتي من دعائها، وربي يرحم أمواتكم جميعا.